لو كنت من جيل الألفينات فأكيد اسم بنتن بالنسبة لك مش مجرد كرتون، ده كان ظاهرة. طفل لقى ساعة غريبة اسمها الأومينيتريكس وبقى يقدر يتحول لكائنات فضائية مختلفة، وكل حلقة كانت بتخلينا مستنيين نشوف هيطلع لنا إيه جديد. لكن السؤال اللي ناس كتير بتسأله لحد النهاردة، إزاي مسلسل كان من أنجح مسلسلات كرتون نتورك انتهى وهو فقد جزء كبير من شعبيته؟ وهل كرتون نتورك كانت السبب؟ تعالوا نشوف. في البداية، بنتن الأصل سنة 2005 كان نجاح ضخم جدا. القصة كانت بسيطة، الشخصيات محبوبة، والأكشن متوازن مع الكوميديا. بعده جه Alien Force، وبعدها Ultimate Alien، والسلسلة كبرت مع الجمهور اللي كبر معاها. كل موسم كان بيقلد شخصيات جديدة وأعداء أقوى وقصص أعمق، واللي خلى السلسلة مميزة فعلا إنها كانت بتنضج مع جمهورها. الأطفال اللي اتفرجوا على بن وهو عنده 10 سنين كبروا ولقوه بقى مراهق في إيلين فورس، وبقى بيتعامل مع تهديدات أخطر ومسؤوليات أكبر. حتى أسلوب الكتابة بقى أكثر جدية، والعلاقات بين الشخصيات بقى ليها وزن، والأعداء ما بقوش مجرد وحوش بيظهروا كل حلقة وخلاص. كمان الأومينيتريكس نفسه كان بيتطور باستمرار، كل جزء كان بيضيف قدرات جديدة وتحولات جديدة وقوانين مختلفة. فكان دايما في إحساس إن العالم بيتوسع، وإن لسه في أسرار كتير مستنية تتكشف. وده خلى الناس متحمسة لكل موسم جديد، لأنهم كانوا واثقين إنهم هيشوفوا حاجة أكبر من اللي قبلها، مش مجرد تكرار لنفس الفكرة. لكن زي أي سلسلة ناجحة، بعد فترة بيجي سؤال صعب: إزاي تفضل تحافظ على النجاح من غير ما الجمهور يمل؟ ومن هنا بدأت القرارات اللي غيرت اتجاه السلسلة، ودي كانت نقطة التحول الحقيقية. في سنة 2012 نزل بنتن أومنيفيرس، وهنا بدأ أول انقسام كبير وسط الفانز. المشكلة مش إن المسلسل كان سيء، بالعكس، في ناس كتير دلوقتي شايفين إنه من أفضل أجزاء بنتن من ناحية العالم والقصة وعدد الفضائيين. لكن وقتها الناس ما كانتش شايفة كده. بعد نهاية Ultimate Alien الكل كان متوقع إن المستوى هيبقى أكثر جدية، لكن اللي حصل كان العكس. ستايل الرسم اتغير بالكامل، الشخصيات بقت كاريكاتورية أكتر، والألوان بقت زاهية، والكوميديا زادت بشكل واضح. الجمهور اللي كبر مع السلسلة حس إن المسلسل ما بقاش موجه ليه، وده كان أول قرار خلى جزء كبير من الجمهور يبعد. لكن الصدمة الحقيقية كانت بعد كده. سنة 2016 كارتون نتورك أعلنت إعادة تشغيل السلسلة بالكامل. يعني بدل ما يكملوا الأحداث اللي الناس عاشت معاها أكتر من 10 سنين، قرروا يرجعوا بن عنده 10 سنين من أول وجديد. ولا كأن إيليان فورس حصل، ولا ألتيميت إيليان، ولا أومنيفيرس. كل حاجة اتعمل لها ريست. بالنسبة للأطفال الجداد يمكن ده كان قرار منطقي، لكن بالنسبة للفانز القدام كان إحساس إن كل اللي تابعوه سنين طويلة اترمى في الزبالة. طيب، ليه كارتون نتورك عملت كده؟ الإجابة ببساطة الفلوس. خلينا أوضح، بنتن مش مجرد مسلسل، بنتن علامة تجارية ضخمة، بتبيع ألعاب وشنط مدارس وملابس وساعات ومجسمات، والأطفال الصغيرين هم أكبر شريحة بتشتري المنتجات دي. أما الشباب اللي كبروا مع السلسلة بيتفرجوا، لكن نادراً بيشتروا ألعاب. فمن الناحية التجارية كان منطقة إن الشركة تحاول تكسب جيل جديد بالكامل. لكن المشكلة إنهم عملوا ده على حساب الجيل القديم. وفي رأيي هنا كانت أكبر غلطة، لأن شركات كتير نجحت إنها تخاطب الأطفال والكبار في نفس الوقت، لكن بنتن بدأ يميل ناحية الكوميديا والحلقات المنفصلة أكتر من بناء قصة كبيرة، وده خلى الإحساس بالمغامرة يقل. بقى قليل لما تستنى الحلقة الجاية عشان تعرف هيحصل إيه.
كمان شخصية بن نفسها اتغيرت. في Alien Force كنا بنشوف شاب بيتحمل مسؤولية إنقاذ الكوكب، أما في إعادة التشغيل رجع طفل بيهزر طول الوقت، وده طبيعي لأنه موجه للأطفال. لكن اللي كان متابع تطور الشخصية سنين حس إنه رجع لنقطة البداية. هل ده معناه إن كل الأجزاء الجديدة كانت وحشة؟ لأ، وده مهم جداً. أومنيفيرس مثلاً دلوقتي ليه شعبية كبيرة، وفي ناس شايفين إنه ظلم وقت نزوله. وحتى نسخة 2016 فيها حلقات كويسة وأفكار لطيفة للأطفال. لكن المشكلة مش جودة الحلقات، المشكلة كانت في اتجاه السلسلة كله. لما الجمهور بيحب مسلسل مش بيحب الأكشن بس، بيحب الشخصيات، وبيحب يشوفها بتتطور، وبيحب يحس إن كل موسم بيبنى على اللي قبله. ولما كل ده يختفى طبيعي إن جزء كبير من الجمهور يفقد اهتمامه. هل يبقى كارتون نتورك هي السبب الوحيد؟ لأ، الحقيقة أعقد من كده. في عوامل كتير ساهمت في تراجع بن 10، زي تغيير فرق الكتابة، وتغير أسلوب الإنتاج، ومحاولة الوصول لجمهور أصغر سناً، وكمان المنافسة الشرسة من مسلسلات وألعاب ومنصات جديدة. لكن كارتون نتورك كان ليها دور كبير في اختيار الاتجاه اللي السلسلة تمشى فيه، وده الاتجاه اللي قسم الجمهور لأول مرة. ورغم كل اللي حصل، اسم بن 10 لسه عايش لحد النهاردة. أول ما حد يسمع موسيقى البداية أو يشوف الأوميناتريكس بيرجع 20 سنة لورا، وده دليل إن السلسلة كانت أكبر بكتير من مجرد كرتون، كانت جزء من طفولة جيل كامل. ويمكن عشان كده أي تغيير فيها كان بيبان أكبر بكتير من أي مسلسل تاني. وفي النهاية يمكن كرتون نتورك ما كانتش هي اللي بوظت بن 10 لوحدها، لكن أكيد كانت واحدة من أهم الأسباب اللي خلت السلسلة تفقد جزء كبير من جمهورها. وده درس مهم لأي شركة بتملك عمل ناجح. أوقات محاولة كسب جمهور جديد ممكن تخليك تخسر الجمهور اللي خلاك ناجح من البداية. دلوقتي دورك أنت، اكتب لها في الكومنتات إيه أفضل نسخة من بن 10 بالنسبة لك؟ الأصلة، Alien Force، Ultimate Alien، Omniverse، ولا حتى نسخة 2016؟ ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، واستنى الحلقة الجاية لأن عندنا نظريات وكواليس هتعجب أي فان حقيقي لبن 10.